السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناه كويزين اسماء. اليوم غنشارك معكم الفقاص بالطريقه ديالي واسرار باش ما يخليهوش يتشقق عليكم في الفران. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات. بالنسبه للمكونات عندي 6 البيضات، 2 كيسان ديال سنيده، 2 كيسان ديال الزيت دقيق حسب الخليط، وعندي شويه النافع مع حبه حلاوه وشويه الزنجلان واللوز تقريبا كاس، وجوج ساشي ديال الخماره وواحد الفانيلا. المهم في القصريه كندير البيض والقبيصه ديال الملحه، راه ما بايناش، المهم راه درتها حتى هي ضروري من قبيصه الملحه باش كيجينا الفقاص بنين. كما كتشوفوا معايا راه درت البياض بيضه، درت 5 البيضات وبياض بيضه، باش الصفار كنخليه باش تنديرو مع في الاخر تندهن به. كندير البيض كما قلت لكم، كندير سنيده والفاني وشاشه الملحه، وكنشد الفوي وكنبقى كنطرب في دوك المكونات مزيان بالفوي حتى كتذوب ديك سنيده. من بعد ما طربت المكونات غادي نزيد الزيت، خاصنا نحركو مزيان المكونات حتى تذوب ديك سنيده مزيان، هذا هو السر الاول. كما كتشوفوا معايا الخليط كيولى، ومن بعد كنزيد داك النافع مع حبه حلاوه وداك الزنجلان واللوز حتى هو. ودابا كنضيف الدقيق على شكل دفعات، ما نجيوش ونديرو الدقيق كامل وكنبقاو كنديرو بشوي بشوي. فهاد اللحظه راه غادي نستعمل يدي حيتاش ما يمكنش ندير بالفوي مع الدقيق، تنستعمل يديا باش تجمع ليا العجينه. تنزيدو الدقيق بشويه بشويه، والعجينه ما خاصهاش تكون قاصحه نهائيا، خاص العجينه تكون شويه رطبه. نتوما دابا تشوفوا القوام ديال العجينه في الاخر راه رطبه، شفتوا كما كتشوفوا راه باينه في الفيديو راه رطبه. ودابا غادي نقسمها، انا قسمتها على 6 ديال الكميرات. عفوا 7 الكميرات. تكونش قاصحه تاني بزاف. دابا غادي نبدا نشكل فيها كما كتشوفوا معايا دابا راه بديت كنشكل، ودوك اللوزات اللي تيكونوا باينين على برا خاصنا ندخلوهم للداخل. كما كتشوفوا معايا بحال هذيك اللوزه راه دخلتها لداخل، وغندير فوقها العجينه باش من نجيو نقطعوا الفقاس ما يتهرس ليناش. دابا صافي راه كملتو، كما كتشوفوا معايا راه 7 ديال الكميرات. غادي ندهنهم بالصفار ديال البيض مع شويه ديال الحليب ونسكافي. غادي نبدا ندهن دابا. من بعد ما شكلت الفقاصه ديالي كما كتشوفوا معايا 7 ديال الكميرات خرجوا ليا، كندهن وكناخذ واحد الفرشيطه وكنبقى كندير خطوط من الفوق، شويه نسكافي. وما كنشعلوش الفران. الفقاس ما كيبيش الفران يكون شاعل قبل، تيبغي هو الفقاس تيبغي الفران يكون بارد. خاصنا ندخلوا اللاطه يكون الفران بارد، ما تيبيش الفران سخون. دابا غادي نشعل، غادي ندخلو الفران، غادي نشعل عليه كما قلت لكم الفران يكون بارد، وغادي نقص عليه العافيه مزيان بحال شي شميعه هكا مزيان مزيان حتى كيتنفخ على خاطرو كيتحمر من التحت. وكنشعلو تنزلوه لتحت شويه حتى يبان لينا داك البيض كيطيب واحد شويه صافي، وكنطفيو عليه الفران وكنغطيوه بشي سريبيته تكون هكا فازقه باش يرطب لينا الا بينا نقطعوه.
كما كتشوفوا معايا دابا راه كملته، ودابا غندخلو للفران. كما كتشوفوا معايا راه ساليت دابا الكميره ديال الفقاس. دابا غندخلوهم للفران. الفران خاصو يكون بارد، وندخلوه ونقصوا عليه العافيه، نخليوها تكون بحال شي شميعه، تكون بحال لاطافي. يطيب ان شاء الله، وغادي نوريكم كي جا. كما كتشوفوا معايا الفقاس خرجته من الفران، تيكون الشكل ديالو بحال هكا، تيكون محمر من التحت ماشي بزاف تاني باش ما يقصح ليناش. ودابا غادي نبدا نقطعو معاكم. الموس خاصو يكون ماضي مزيان باش ما يذبناش في التقطيعه. كما كتشوفوا معايا راه كنقطعو بكل سهوله، ما كيتهرش ليا الفقاس ولا شي حاجه، حيت داك اللوز ما قطعتوش انا اصلا، وما درتليش الماء طيب. درت اللوز هي شللته شويه بالماء البارد باش تحيد منه ديك الغبره ودرتو. وكما كتشوفوا دابا راه ما تهرس ليا ما والو، كيكون بحال هكا كما كتشوفوا هكا. كيجيو فيه دوك اللويزات باينين وما تيتهرسوا ما حتى حاجه. ودابا غادي نصطفو في اللاطه، وغادي ندخلو الفران يكون سخون من قبل، نقص عليه الفران مزيان ونخليه يتحمر على خاطرو. وداك اللوز حتى هو خاصو يتحمر باش يعطينا داك المذاق الزوين ديال اللوز. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس. كما كتشوفوا معايا راه اللوز تحمر، وخلي عطيتو الخاطر تتحمر ليا ولا على هذا الشكل هذا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ويعجبكم الطريقه ديال الفقاس. ما تنسونيش من الاعجاب الى عجبكم الفيديو، ومن الاشتراك الى عجبتكم القناه. وشكرا بزاف على المشاهده.